توقعاتي الشخصيه ان في ظل تالق النادي المصري الفتره الاخيره، وان في منظومه لعب واضحه لفريق النادي المصري بدا ان هو يبقى عنده المرونه التكتيكيه مع الوقت. بالنسبه لكابتن علي ماهر، ان بعد ما كان بيلعب بالشكل ده المثلث المقلوب 4-3-3، لا غير النمط شويه وبدا ان هو يلعب 4-2-3 واحد بالمنظر ده، ان هو فخر الدين بن يوسف بيشتغل في الجزئيه دي. بيجي هنا في ظهره بشكل قطري على المرمى غلاس قناوي، بيجي هنا في ظهره بشكل قطري برضه على المرمى ميدو جابر، وبيجي في ظهرهم هنا بعرض الملعب الياس الجلاصي، عشان هو ده المحرك او هو ده الترمومتر اللي بيكون همزه الوصل ما بين المدافعين وما بين منطقه اللعيبه اللي بتلعب في الجزء الامامي، علشان يقدر ينجح عمليه التحولات الهجوميه. وشفنا الكلام ده كويس قوي في ماتش الزمالك كمان، بالذات الشوط الثاني، تحولات هجوميه مميزه من غلاس قناوي، ان هو بيتحرك في ظهر الناس، فبيسهل على نفسه عمليه التحرك، ان دايما بيبقى فري ودايما بيبقى حر، لان احنا اتفقنا قبل كده ان لعيب نص الملعب اللي بيلعب على الطرف بمجرد ما بيخش